فاكرة أول مرة دخلت ميتنج بالإنجليزي في شركة مالتي ناشونال. أول دقيقتين فهمت الإنجليزي اللي بيتقال وبعد كده ما فهمتش حاجة خالص، كأن بالظبط كنت داخلة فيلم وبدون ترجمة. أنا اسمي إلهام، كنت بشتغل سوفت سكيلز ترينر في شركات كبيرة وبدرب ناس كتير لسه بادئين في شغلهم. ومن الشكاوي اللي كنت بسمعها من المتدربين واللي بتتعلق بالإنجليزي إن أنا كنت فاكر إن الإنجليزي بتاعي ممتاز لحد ما حضرت أول ميتنج وقعدت طول الميتنج ساكت. والأصعب إنهم بيعانوا عشان يشرحوا فكرة بسيطة أو يكونوا جملة كاملة، في حين إن زمايلهم خريجين الجامعات الأجنبية كانوا بيستخدموا جمل جاهزة واحترافية وبيعبروا بيها عن أفكارهم بسهولة. وعشان كده أنا شايفة إن أي حد داخل شغل احترافي محتاج حاجة مختلفة، مش محتاج يذاكر كلمات، هو محتاج يسمع الجمل والمحادثات اللي بتتكرر فعلا جوه الشغل. أنا كمان كنت في نفس المنطقة دي في بداية حياتي العملية، كنت بدخل ميتنج وفاكرة إن كل حاجة تمام وفجأة بلاقي نفسي تايهة. ومن هنا بدأت أدور على حاجة تساعدني شخصياً وكمان أقدر أنصح بيها الناس اللي أنا بدربهم. أنا ما كنتش محتاجة حاجة تعلمني جرامر لأن أنا اوريدي كنت بروفيشنال في الجرامر، أنا كنت محتاجة حاجة تعلمني في الموقف ده قولي كده. ولما شفت المسار التدريبي ده لتعليم البيزنس انجلش في الأول اترددت، بس بعد ما فتحت سيكشن الميتينجز حرفيا كان كنز بالنسبه لي. لقيت كل الجمل اللي انا كنت بسجلها وانا بحضر الميتينجز عشان احفظها بعدين. وخليني اكلمك اكتر عن المسار التدريبي ده. اولا هتلاقي الكتاب الرئيسي اللي فيه كل الجمل اللي هتساعدك تتكلم بشكل احترافي في بيئه العمل، وكمان هتساعدك تتكلم بالانجليزي اللي الشركات الكبيره بتحب تسمعه، زي الانترفيو والميتينجز والبرزنتيشن والتفاوض وغيرها كمان من المواضيع. واللي فرق معايا فعلا التقسيم حسب المواقف والتسجيلات اللي بصوت نيتيف سبيكر، وده ساعدني أطبق تقنية الشادوينج، وكتيب خطة ال90 يوم اللي خلاني ألتزم بخطة واضحة من غير ما أضيع وقت. وفي المجموعة كمان كتاب الإنجليزية للسفر وأهم المحادثات وإزاي تفكر بالإنجليزي. أنا شفت الفرق في نفسي وفي الناس اللي أنا بدربهم. لو أنت بتفكر تبدأ أرشح لك تبدأ النهاردة بالمسار التدريبي ده.